السلام عليكم. بغيت كلشي يبارطاجي هاد لا فيديو بحيث بهاد لا فيديو غادي نساليو لو ديبا على الحيك. الطبيب البيطري دومير اللي ما عنده حتى شي علاقه بالتاريخ، جبت لهم هاد الكتاب ديال هايدو القرن 16 اللي انا ديجا هضرت عليه في واحد لا فيديو، وكيقول لهم بانه اقدم مصدر كيأرخ لبس الحيك في الجزائر. وبيان سور الكراغيله اللي متبعينه كيصفقوا ليه وفرحانين وكيطاقيوني. عرفتكم باغيين يكون عندكم الحق، ولكن غير صبروا معنا شي شويه. اولا لو ديبا ماشي على فين كان كيتلبس الحيك، لانه كاين مصادر اقدم من هادو كيقولوا بان الحيك كان كيتلبس في مصر وفي السودان. الموضوع هو شكون كان كيصنع الحيك وشكون كيكسبورتيه واين بلاد كتامبورتيه. فلان الغرض ديال الطبيب البيطري هو المشاهدات وماشي بيه الحقائق، ما بينش لكم في الصفحه 104 كيفاش السفن الاسبانيه اللي كانت كتجي لالجي كتجي بزاف ديال لي مارشانديز ومنهم الحيك. غنمشيو لكتاب بيوتات فاس الكبرى لإسماعيل ابن أحمر. هذا الكتاب تكتب في القرن 14 قبل سنة 1406 اللي هي سنة وفاة هذا الكاتب. وهذا الكتاب كيشرح بالتفصيل بيوت فاس والعوائل اللي ساكنة فيها وكل عائلة شنو المهنة ديالها، وكيقول بأن هذه العائلة يحترفون الدباغة والحياكة والخرازة وبيع النعال المخروزة وبيع الحايك والجلابيب ونسجها. يعني هنايا وتقنا صناعة الحيك في مدينة فاس في المغرب في القرن 14. نقدروا نحبسوا لا فيديو هنايا ونقولوا انه جبنا مصدر قدم من المصدر ديالك ب200 عام، ولكن لا، غادي نمشيو لكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ديال الكاتب الإدريسي اللي تكتب في القرن 12 وبالضبط قبل الوفاة ديالو في سنة 1166. وبالنسبة لما كيعرفش الإدريسي فهو كاتب مغربي ذو أصول قريشية، وهو أول واحد في الكون رسم خريطة تقريبية للعالم. ما علينا، الكاتب في هذا لابارتي كيوصف مدينة نول لمطا اللي هي مدينة قديمة مغربية في جنوب المغرب بأن الأمازيغ اللي كانوا كيعيشوا في هذه المدينة يصنعون الصروج والألجام والأقباب المعدة لخدمة الإبل، وتباع بها الأكسية المسماة بالسفسارية والبرانيس. وشنا هي السفسارية؟ السفسارية هي الحيك باللهجة التونسية. وبلا ما نساو الكتب بحال مسالك الأبصار ومعيار الاختيار اللي كيوصفوا مدينة فاس بأنها كانت كتصدر أجود أنواع الأقمشة الصوفية والحريرية والقطنية للأندلس والمصر والسودان. فكيفاش كتقار ليا فاس اللي كانت الوجهة الاقتصادية ديال إفريقيا وديال البحر الأبيض المتوسط بألجي اللي كانت أرض للقراصنة والسفن العابرة؟ وتابونا بور بليس دو فيديو.